بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة. وهذه الأيام تضرب عاصفة ثلجية أمريكا، فما كان من المواطنين العاديين أو بعضهم إلا أن تحولوا إلى لصوص يقومون بسرقة المحلات التجارية، لأنه طبعا سيارات الشرطة لا تستطيع أن تسير في الثلوج لأنها متراكمة في الشوارع، فالحكومة غابت، الشرطة غابت، فكله ساب على كله وأخذوا في نهب وسرقة المحلات. هذا مشهد يدلنا على اقتراب النهاية في أمريكا. تعالوا نبدأ ونرى. تعالوا نبدأ من هذا المشهد لمجموعة من المواطنين الأمريكان الذين تحولوا إلى لصوص في لحظة واحدة عندما غاب الرقيب. Look at him running out. Look at him running in the house. Wow. Drop it all. You won't go to jail. They ran around this house. Look at them. They fucking poking around here. طبعا هذا معناه أنه لو الكهرباء انقطعت في أمريكا يوم واحد، أمريكا كلها ستخرب، العمارات والمباني السكنية، وسوف تشتعل حرب أهلية في أمريكا، لأن الرقيب الداخلي الخوف من الله سبحانه وتعالى لم يعد موجودا. تعالوا نشاهد مشهد آخر لنهب محل تجاري آخر. Oh shit, there's birds in here. Damn! Don't get your face. Damn, watch your face. What? Need no nigga? Talking about gas on there free too. Took the gas. I ain't know. That's what you got us out here. عندما نجد هذه الظواهر عند شعب ما، نعرف أن هذا الشعب اقتربت نهايته، أو دولته اقتربت نهايته، وأن هناك أمة أخرى سوف تسيطر عليه. الصين، دولة أخرى إلى آخره. روسيا لا، ممكن المكسيك، والمكسيك الوضع سيء المهم هتتفكك أمريكا وبعدين يأتي من يحتلها من الله أعلم لأنه المواطن الأمريكي اللي يسرق اليوم زجاج بيبسي، على مش عارف فرخة من التلاجة، على خبز، على جاكيت من المحل إلى آخره، تخيل ده ممكن يبيع أمريكا نفسها في حرب طبعا الشرطة الأمريكية لا تستطيع التدخل أصلا، لأنه حركة المرور توقفت تماما. هذه أقوى عاصفة ثلجية شهدتها أمريكا قيل منذ 50 عاما، لدرجة أن الثلوج أصبحت نصف متر في الشوارع. تعالوا نشاهد هذا المنظر. هذه العاصفة الضخمة وقفت أمريكا أمامها عاجزة تماما، لدرجة المواطنين قتلوا وشردوا، والسرقات والنهب، وأين الأقمار الصناعية والكاميرات وحرب النجوم وحرب كذا. انظروا، الإنسان ضعيف جدا أمام الله سبحانه وتعالى. لكن لما تشاهد رئيس الأمريكي يقول لك إحنا معانا أسلحة نووية تدمر العالم، إحنا معانا، وبوتين هو يتحدثون. طب يا جماعة حلوا هذه المشكلة البسيطة. هنا حضراتكم في التلفزيون الفرنسي، الولايات المتحدة عاصفة القرن تودي بحياة نحو 50 شخصا وتحرم الملايين من الأمريكان من الاحتفال بعيد الميلاد. هنا حضراتكم صورة من وكالة ناسا
مساحة الثلوج اللي بتغطي المناطق في كندا وفي أمريكا، وأمريكا لا تستطيع حتى إذابتها، ودي مسألة بسيطة لا قنبلة نووية ولا حاجة يعني. هنا حضراتكم دي البحيرات الشمالية، بعض جوانبها تجمدت وأصبحوا يسيرون فيها بالعجل. أيضا هنا مشاهد من تجمد المياه والأكواخ المحيطة بالبحيرات الشمالية. انظروا حضراتكم، المياه تجمدت والثلج تجمد، سبحان الله. وأمريكا انظروا الأكواخ، يعني دي كلها طبعا مفروض المصايف عند البحيرات الشمالية كلها تجمدت بالمنظر ده. انظروا، ولا أمريكا ولا روسيا ولا حد، الله سبحانه وتعالى فقط. ده حاجة بسيطة من ربنا يعني، سبحان الله. البشرية طلعت المريخ وإلى الآن لم تستطع أنها تحل مشكلة بسيطة كده. انظروا هنا حضراتكم في الواحات العظمى، حتى اللمبة الثلوج تجمدت عليها. ارتفاع الثلوج وصل إلى أنه أحيانا أغلق مداخل البيوت تماما. تعالوا نشاهد هذا الرجل الذي يقف بين جبلي الثلج وحفر ممر إلى بيته. Jeremy? Babe? Babe, where are you? Babe. Oh, hello. Hi. Good morning. Morning. Wow. That's a lot of snow. طبعا هذا كله أعطى الفرصة لإيه؟ اللي عاوز يسرق. وهذه الفلسفة المادية، أنه لا يوجد، أن الإنسان هو مجرد تفاعلات كيميائية، وأنه يشبع احتياجاته ويتملك. لا يوجد حلال ولا حرام ولا حاجة اسمها أخلاق أصلا، لأنه الأخلاق غير موجودة في الكيمياء يعني. فهذا آخر ما نظروا له، أن هم أصبحوا كما تشاهدون بدون كاميرات وبدون كذا، البلد كلها تنهب بعضها البعض. تعالوا نشاهد أيضا هذا المشهد. Oh shit, there's birds in here. Damn! Don't get your face. Damn, watch your face. Yo. Yo, hold on. What? Need no nigga? Talking about gas on everything too. What's the gas? I ain't know. That's what you got here. هنا أيضا سرقات أخرى، تعالوا نشاهدها. السؤال: ماذا لو ضعفت الحكومة المركزية في أمريكا؟ ماذا سيحدث في البلد؟ وهذا يحدث في تاريخ الأمم كلها. يعني أنت في التاريخ الإسلامي حدث بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان، الحكومة المركزية ضعفت، بقى في حرب سيدنا علي وسيدنا معاوية. وبعد وفاة يزيد بن سيدنا معاوية الحكومة المركزية ضعفت، فحصلت حروب 15 سنة. لكن الناس لم تسرق نفسها بهذا المنظر. يعني شيء طبيعي في تاريخ أي أمة، وده حصل حتى في أمريكا. في انتقال السلطة من ترامب إلى الرئيس بايدن حصل فوضى في الكونجرس إلى آخره. ففي وقت ما سوف تضعف الحكومة في واشنطن لأي سبب، رئيس يعني عنده زهايمر بينسى مثل بايدن، أو رئيس بلطجي مثل ترامب، وممكن تحصل أمريكا كلها تتدمر كما نشاهد. تعالوا نشاهد هنا ارتفاع الثلوج حضراتكم. هنا امرأة سرقت المحل، وبعدين صاحبي المحل اغلقوا الباب حتى لا تخرج. تعالوا نشاهد هذا المنظر. هنا المرأة اللي سرقت يعني. Go pay. You sure? Go pay. I will let you go. I will pay, mister. Go pay. Please, I will pay. Go. How much is it? Go pay. No, please. Go get those items and go to the register. No, you're gonna lock me up. No, go. You promise? No. Go pay all the items. That's it. Go. No. You want to be free. Go and pay. No, you're not gonna do it.
Okay, so you wasting your time. So can I just pay? No, you wasting your Can I time. just go pay? Yes. Go, pay. Go. Can I pay? You have to pay, go, and you have to come back. That's all I need. You can take a picture now. I'm taking everything when you pay. I will pay now. Okay, go pay. Get the items. What are the items? Mira. Girls, the jacket. The white one? No, the blue one. Blue, white, and this 3. All 5. This three. 1, 2, 3, 4, 5. No, I never had Oh, the blue jacket. Blue I never jacket. had the white. Blue jacket. Go pay. Give me your picture. Go. Okay. Okay, your headphone, miss. Your headphone. Mine. Thank Okay. you. هنا لص كسر الباب الزجاج ودخل من الثلج وقام بالسرقة. صورته كاميرا المراقبة. ختاما، هل ما فعلوه صحيح وفقا للفلسفة المادية اللي تحكم حياتهم؟ لأنهم يدرسون للشعب الأمريكي تقريبا منذ 100 سنة أن الله لم يخلق البشر، إنما البشر حصل كان أصلهم قرد، والأصل القرد كان سمكة، هناك تفاعلات كيميائية، فنحن وجدنا كتفاعلات كيميائية. فالمسألة كلها مادة في مادة، سواء الشيوعية أو الليبرالية كلها تقول أن الإنسان مجرد تفاعلات كيميائية لا روح فيه. مش عارف، طبعا احنا بنتحرك، احنا مختلفين عن باقي الكائنات يعني. وأن الإنسان حيوان، ويعني حتى الإنسان ليس حيوانا، لكن طبعا دي مقولة يعني. فخلاص يعني ما هو هذا في النهاية نتاج ان هم بيدمروا ما تبقى من المسيحية. يعني الذي أقام أمريكا وجعلها تحكم العالم ما نصف المسيحية نصفها مزور ونصفها صحيح. الآن يدمرون ما تبقى من المسيحية. هذا سيؤدي انك تصبح في حالة فوضى، لا فيه صح ولا حرام ولا غلط ولا شيء من هذا القبيل. فهذه أمة بتخرب بيوتها ومحلاتها وتجارتها بنفسها كما نشاهد. طبعا كل القوانين في أمريكا الآن بتسن من أجل إيه؟ تخفيف عقوبات السرقة، تخفيف ما عادش خلاص في الزنا، تخفيف عقوبات المخدرات، تخفيف عقوبات القتل. إن إحنا يعني خلاص أمريكا في طريقها إنها تلغي عقوبة الإعدام. يعني اللي عاوز يسرق يسرق، واللي ينهب ينهب، واللي يعمل يعني إحنا داخلين في مرحلة الإيه؟ الفوضى. فهذا كله مؤشر على اقتراب نهاية أمريكا. ولو راجعتم في أي دولة عظمى في العالم ستجدون أنها في الأغلب بتسقط من داخلها. يعني دولة الخلافة الراشدة سقطت منين؟ من الداخل. الدولة الأموية سقطت من الداخل. الدولة العباسية تفككت سقطت من الداخل، ده قبل أن يأتي المغول. دولة المماليك أيضا تفتتت من الداخل، جاء العثمانيين في النهاية، لكن الدولة العثمانية سقطت من الداخل. أحيانا بتترك هذه الدولة حتى تتحلل وتتفسخ وتتعفن، وأحيانا بيأتي عدو خارجي يقوم بالهجوم عليها ويجهز على هذا الرجل المريض. وهذا الذي جرى في الاتحاد السوفيتي، سقط من الداخل أيضا بدون طلقة واحدة. فالأمر يتكرر في أمريكا كما نشاهد. فهنا أهمية الإسلام، أهمية الإنسان يكون عنده قناعة، أهمية الإنسان يزهد في المادة. نحن لا نقول الإنسان يعيش راهب، لأنه هذا ليس في الإسلام، ولكن بغياب وازع. أنت الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى مفيد، يعني كما تشاهد، حتى مفيد في النظام الحياة، ان انت عارف في الاخر انك هتعاقب وتحاسب امام الله سبحانه وتعالى. وطبعا واحنا صغار كانوا يعلموننا انه في ملكين، ملك اليمين وملك الشمال، ويكتبان اعمالنا. فيعني كان يقال في التلفزيون وفي الاعلام، هل معقول يعني هيقعدوا يكتبوا كل شيء؟ ده حاجه حاجه يعني. لكن اليوم احنا بنشاهد اجهزه الهاتف والمواقع التواصل الاجتماعي الى اخره بتراقبنا ال 24 ساعه وبتسجل فعلا كل شيء، حتى درجة حرارة الجسم، وانت تنقلت الى اين، وخرائط جوجل بتتجسس عليك، وكل حاجة تعملها انت اصبحت حركتك ورياضتك والمشي والاكل والكلام وحتى اجهزة الكمبيوتر الموجودة في المنزل او التليفونات او الى اخره، وعدد الاشخاص في المنزل، كل هذا اصبح معك جاسوس بيسجل عليك ومن معك في المنزل كل شيء. ارجو مشاهدينا ان تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب للدكتور عبد الوهاب المسيري بيشرح هذه الأمور، اسمه كتاب الفردوس الأرضي. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب.
هنا في فيديوهاتي على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام أرجو الاشتراك فيها. هناك كمان فيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.